اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا مساء الخير على أجمل متابعين في الدنيا كلها. وحشتوني جدا 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 من القصة اللي فاتت. جايه لكم النهاردة وجايبه لكم قصة قوية بقلم الكاتبة الرائعة صابرين علاء اللي دايما قصصها بتعجبكم. قصتنا النهاردة قصة حقيقية وما حصلتش من زمن بعيد، بالعكس ده حصلت من زمن قريب قوي، وأحداثها كمان شائكة جدا وغير متوقعة. علشان كده كملوا معانا الحلقة للآخر، ويا ريت كمان تكتبوا لنا آرائكم الحلوة في التعليقات، هنستفيد من كل تعليقاتكم وبنقرأها تعليق تعليق. وقبل ما أبدأ في الحلقة أتمنى منكم تدعوا لوالدتي بالرحمة وبالمغفرة، ونجعل مأواها الجنة إن شاء الله، وربنا يرحم أمواتنا جميعا ويكتب لنا ويكتب لكم الخير وراحة البال في الدنيا. يلا بينا نبدأ. في بيت متوسط الحال في قرية فقيرة جدا كانت عايشة عيلة بسيطة، عيلة عم جلال اللي عنده 40 سنة. كان عنده بنت واحدة وحمد ربنا عليها، كان كل همه انه يربيها كويس ويكبرها ويتجوزها. علشان كده طول الوقت كان بيشتغل وما بيقعدش في البيت كتير. وفي يوم دخلت مراته عايدة اللي عمرها 35 سنة، شدت البطانية من على بنتها بعنف. قوم يا بت، قوم يا اللي جايبالنا العار، قوم الساعة 7 الصبح، انجزي يلا علشان تلحقي الامتحانات. قامت بنتها نسمة اللي كان عندها 15 سنة. نسمة كانت بطنها زايدة شوية لأنها كانت حامل في الشهر السادس. ياما انت مش هتبطلي تصحني بالطريقة دي، حرام عليكي، أنا كده هيجيني برد. يجيلك برد؟ هو انت ليك عين تتكلمي بعد عملتك السودة؟ قومي يلا وبلاش تضيع وقت. وبسرعة عايدة جابت الحزام وابتدت تلف على وسط بنتها وتضغط على بطنها جامد، ونسمة كانت بتتوجع. ما بالراحة شوية، ما هو لازم ندار الفضيحة لغاية ما نشوف هنتصرف ازاي. اسمعي، حسك عينك تخلعي الحزام ده مهما حصل، تخلصي امتحاناتك وجري على البيت، وربنا يقدرني ولا حل للمصيبة دي قبل ابوك ما يعرف. يو بقى، هو انت كل شوية تقولي مصيبة مصيبة؟ ده ابني ما تقوليش عليه كده. يا سلام، انت يا بنت بتتكلمي كده كأنك متجوزة ومتستتة وقاعدة في بيتك. ايش حال انك غلطت غلطة كبيرة قوي، ده لو ابوك عارف هيدفنك مكانك. انا ما عملتش حاجة غلط، انا حبيت. قوليلي يا بنت، مين اللي عمل معاكي كده؟ ما احنا لازم نجيبه ونجوزهولك قبل ما تولده ونتفضح. ناس مدت ظهرها لامها. ما عرفش. يا بنت هتفضلي لغايه امتى عنيده كده؟ انت مش حاسه بالورطه اللي انت حطيتينا فيها؟ ليه يا بنت مش عايزه تقولي الحقيقه؟ ده انا امك واكتر واحده عايزه مصلحتك. من يا بنت عشان اروح لاهله وهكلمهم بالراحه. اذا كان هو اللي قالك ما تقوليش حاجه يبقى بيضحك عليك يا هبله، ما تسمعلوش. نسمة ما ردتش وكملت لبس واخدت شنطتها. انا هروح الامتحان، سلام. وسابت امها ومشيت. عايدة قعدت على الارض وابتدت تلطم. يا رب استرها معانا يا رب، ده جوزي لو عرف هيخلص عليها وعليا. اعمل ايه بس يا ربي، حلها من عندك يا رب. اما في بيت تاني كان بيت متوسط الحال في نفس القرية، كانت عايشة فيه الدكتورة سهام اللي عمرها 40 سنة. كانت عايشة مع جوزها الدكتور عمران، عمره كان 45 ومخلفة بنتين. بنتها الكبيرة كان اسمها نورين وعمرها 15 سنة، وبنتها الصغيرة 10 سنين. في أوضة النوم الدكتورة سهام كانت بتلبس وبتظبط نقابها. دخل جوزها عمران. الحق يا سهام، بنتك نورين بتعيط في أوضتها وأنا مش فاهم إيه اللي حصل. اتفاجئت من كلام جوزها. هي البنت مالها؟ حد زعلها؟ معرفش، روحي اسأليها. حاولت اسألها ما ردتش عليا، شكلها كده مكسوفة، ده بتعيط بطريقة غريبة قوي. وفعلا سهام راحت على أوضة بنتها. ايه يا نورين يا حبيبتي، بتعيطي كده ليه؟ ماما انا دخلت التويلت وشفت حاجة غريبة قوي. وقربت منها وشوشتها في ودنها. اهدي يا حبيبتي، انت قلقانة كده ليه؟ دي اسمها العادة الشهرية، عادي يعني بتيجي لكل البنات. ما قلتليش عنها قبل كده يا ماما، انا اتفاجئت. معلش يا حبيبتي ما جاتش فرصة احكي معاكي. طيب انا بطني وجعاني قوي. عادي يا حبيبتي،
هديك اي مسكن والدنيا هتبقى كويسة. احنا كده خلاص كبرنا، يبقى ما عادش في لبس ضيق، ومن هنا ورايح تلبسي الحجاب. هي يا ماما الحاجات دي بتيجي لكل البنات؟ طبعا يا بنتي، انت بس شوية كده وهتاخديها في المدرسة. انا غلطت اني ما كلمتكيش في الموضوع ده وشرحتلك ازاي. المهم انت النهاردة ما ينفعش تخرجي بلبس ضيق خالص. هننزل على السوق واجيب لك كام طقم واسعين. انت بقيتي انسة، ولو حابة تلبسي النقاب انا ممكن اشتري لك نقاب. لا لا يا ماما، انا كده كويسة، ممكن البس حجاب بس وانا خارجة. مسترك يا بنتي تحبيه، انت جميلة وانا مش عايزة حد يشوفك ولا يبصلك. وبعدها سابتها ومشيت. جوزها عمران كان واقف في الصالة قلقان ومتوتر. هي سهام ايه اللي حصل؟ انا قلقان قوي، البنت كانت بتعيط ليه؟ يا حبيبي ما تقلقش، البنت بلغت وما كانتش عارفة، بس انا فهمتها كل حاجة. يعني بنتنا دلوقتي بقت عروسة؟ نشوف لها عريس بقى. يا ريت والله، البنت دي اول ما تتم 18 سنة وجالها عريس كويس نجوزها على طول، وتبقى تكمل دراستها بعد الجواز. ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا سهام؟ ده انا بهزر على فكرة. هو انت صدقتي ولا ايه؟ انا لا يمكن اجوز بنت من بناتي الا ما تخلص الجامعة بتاعتها. يلا اتفضلي روح على شغلك علشان ما تتأخريش. سهام ما كانتش مقتنعة برأي جوزها، وكانت شايفة ان عفة البنت في جوازها. وبعد شوية وصلت الدكتورة سهام على أوضتها في الشغل في المستشفى. كانت بتشتغل في مستشفى حكومي. الممرضة دخلت لها: ما تدخليليش أي حد دلوقتي. وقفلت الباب على نفسها ولبست بالطو. وشافت الدكتورة زميلتها من الشباك اللي وصلت على المستشفى بعربيتها الفخمة. كانت لابسة لبس ماركات غالية على عكس الدكتورة سهام. سهام كانت واقفة بتغل في نفسها: أيوة يا أختي تفشخري، كل يوم لبس جديد وعربية جديدة، كل ده هيزول من وشك قريب. على طول كده قاعدة تتفشخري، مش عارفة قيمة النعمة اللي في ايديكي. أنا مش عارفة بس يا ربي هفضل عايشة كده شغالة في المستشفى الحكومي دي واخد ملاليم؟ امتى بقى أقدر أفتح عيادة خاصة ويبقى معايا فلوس؟ أنا خلاص زهقت وقرفت، العمر بيجري بيا وأنا مش قادرة أحقق حلم من أحلامي. كل الدكاترة اللي أصغر مني بقى معاهم عربيات. ولبست نضارتها وأخدت نفس وندت للممرضة وطلبت الكشوفات. أما في بيت جلال والد نسمة، رجعت نسمة على البيت بعد ما خلصت امتحاناتها وابتدت تغير هدومها وشالت الحزام ودخلت أمها عايدة اللي فورا اديتها بالقلم: ياسين ابن رجب السباك هو اللي عمل فيكي كده، صح يا بنت يا نسمة؟ معرفش، مش هقول حاجة، أنا مش هتكلم. عايدة اديتها بالقلم تاني وقعتها على السرير. أنا فتشت أوضتك حتة حتة وشفت صور لكم مع بعض. انطقي يا بنتي بدل ما اخلص عليكي. هو ده اللي ضحك عليكي؟ لسه مقتنعة ان بيحبك واتجوزك؟ رد عليا يا بنت، خلينا نتصرف بسرعة. ايوه هو، وياسين بيحبني وانا واثقة في كده. واثقة؟ واثقة ازاي يا هبلة؟ ده سافر وساب البلد. لو كانت نيته يتجوزك ما كانش سافر وسابك في الورطة دي لوحدك. ما هو وعدني ان هيكون نفسه ويرجع يتجوزني، وهيقعدني كمان في شقة فخمة قوي. كداب، لو كان بيحبك كان واقف جنبك، كان اتقدم لك وخطبك. حرام عليك يا بنتي، ليه تفرطي في نفسك؟ ده ولد فاشل وانا متأكدة ان هو هربان مش مسافر. احنا لو رحنا لابوه حكينا له اكيد مش هيصدقنا ويقولوا انتوا بتتبلوا على ابني. لا، عم رجب مش هيقول كده، وياسين بيحبني. عايدة قعدت على الارض وكانت بتبكي. كانت حاسة ان بنتها غبية ومش فاهمة حاجة. أنا اللي صعبان عليا أبوكي طول عمره شقيان علشان يربيكي، وفي الآخر تحط راسنا في الطين. وفجأة جلال فتح الباب وبصلهم وهو مصدوم. واضح كده إن كان واقف من بدري وسمع كل حاجة. بص لبنته بصدمة، اللي أول ما شافته حاولت تستخبى منه وكان لسه هيمد إيديه عليها، لكن عايدة وقفت قدامه. استهدى بالله بس يا أخويا، البنت لسه صغيرة واتضحك عليها. اوعى كده غور من وشي، كله بسببك وبسبب دلعك فيها. يا ما قلتلك شد على البنت احسن تسوق فيها، وكنت بتقولي لي ده بنت واحدة ولازم ندلعها ونهننها. شفت اخرة الدلع؟ اهل البنت هتحط راسنا في الطين. النسمة كانت مستخبية في مامتها وخايفة جدا.
ايديها كانت بتترعش. ياسين هيتجوزني يا بابا، انا واثقه فيه. ايوه ياسين بيحبني. جلال مسك بنته من شعرها. حب ايه وكلام فارغ ايه؟ اللي بيحب واحده ما بيقربش منها غير بعد ما يتجوزها، مش ياخدها من ورا اهلها زي الحراميه. ولما يعرف انها حملت يعمل لنفسه مسافر. انت يا بنتي لسه مش مستوعبه ان ضحك عليك وهرب. عايده بصت لجوزها بعياط. طب وبعدين يا اخويا؟ لازم نلاقي حل للمشكله دي. جلال فضل رايح جاي، وبعدها قعد على السرير وحط ايديه على دماغه. لازم اللي في بطنها دي ينزل. هينزل ازاي بس يا اخويا؟ ده البنت خلاص بقت حامل في السادس. ماليش دعوه، خدها للدكتوره وخليها تنزله وتاخد اللي تاخده. المهم ان العيل ده ينزل. احنا مش ضامنين اذا كان الواد ده هيتجوزها ولا لا. ما ينفعش نبقى تحت درسه. حاضر يا اخويا اللي تشوفه. يلا يا بنت قومي البسي كده وخلينا نروح على المستشفى. ونسمة لبست وراحت مع مامتها على المستشفى الحكومي اللي في البلد. وطبعا هناك قابلوا الدكتورة سهام في عيادتها. جه دور نسمة ودخلت. نسمة وقفت قدام الدكتورة وهي مرتبكة وعمالة تبص لمامتها. سهام بصت لها. ايه يا جماعة، هو مين اللي هيكشف بالظبط؟ عايدة بتوتر. بنتي يا دكتورة، اصلها حامل وجاية تتابع معاكي. حامل؟ هو انت كام سنة يا حبيبتي؟ انا 15 سنة. سهام بصت لها باستغراب وعايدة سغدتها. لا يا دكتورة، 15 سنة ايه؟ ده هي عندها 18، بس البنت اللي متلخبطة شوية. اصل ابوها لسه متوفي من قريب، فتلاقيها كده يعني مش مركزة. الله يرحمها. طيب اتفضلي يا بنت على الشезлونج عشان نعمل السونار. ونسمة نامت على السرير وابتدت سهام تعمل السونار، واتفاجئت من اللي شافته وبصت لنسمة. هو انت متجوزة امتى يا حبيبتي؟ انا متجوزة من شهر 7 اللي فات. انت متأكدة انك متجوزة من شهر 7؟ ولا تكون وفاة ابوك ملخبطاك دي كمان؟ عايدة اتوترت جدا. لا يا دكتورة، هي اتجوزت في شهر 7، يعني من 3 شهور تقريبا. طيب انا وزن البيبي اللي قدامي 2 كيلو، يعني مستحيل يبقى عنده 3 شهور. العيل ده 6 شهور، وفاضل بالظبط 3 شهور وتولد. لا يا دكتورة، اكيد في حاجة غلط في الحساب. تلاقيكي بس متلخبطة او السونار في حاجة غلط. سهام رفعت حاجبها. على العموم الطفل كويس وصحته تمام، والام كمان صحتها كويسة. هي بس محتاجة تاخد شوية ادوية ومقويات. وكتبت لها على الدواء في الروشتة وبصت لعايدة. يلا مع السلامة. عايدة اخدت الروشتة واخدت بيتها وخرجت. وهم واقفين في الشارع قدام المستشفى بصت لنسمة. اسمعي يا بنتي يا نسمة، انت هتخليكي واقفة هنا وانا هدخل للدكتورة، ويا رب توافق تساعدنا. الدكتورة مش عبيطة يا ماما، ده عرفت وزن العيل وعمره. تفتكر هتوافق على اللي انت عايزاه منها؟ يا بنت ادعي ربنا وقول يا رب. ان شاء الله هتوافق. ما تتحركيش هنا شوية كده وراجعالك. ودخلت عايدة تاني على عيادة الدكتورة وطلبت من ممرضة تدخل لها. وأول ما دخلت سهام اتفاجئت من رجوعها. استندت ظهرها على الكرسي وبصت لها. خير يا مدام؟ بصراحة كده يا دكتورة، أنا كنت عايزاكي في موضوع مهم. اتفضلي، ويا ريت تتكلمي بسرعة علشان عندي شغل. بنتي اتجوزت من واحد كده الله لا يسامحه، سكري وبتاع نسوان. من ساعة ما اتجوزها هو سقاها المر، وعلشان كده مش عايزة بنتي تكمل معاه ويجي العيل اللي يربطها بالعمر كله. ينوبك ثواب يا دكتورة ساعدينا ونزل اللي ببطنها. ايوه كده، انا كنت عارفة من الاول ان الموضوع في حاجة مش مظبوطة. اللي بتطلبيه ده جريمة وانا ما اقدرش اعمل كده ابدا. وبعدين اصلا الموضوع ده فيه خطورة على حياة بنتك، ده بنتك خلاص مقربة تولد. طب هنعمل ايه بس يا دكتورة؟ بقولك ان جوزها وحش. وانا مالي؟ وبعدين ما سألتوش عليه كويس ليه من الاول؟ جاي دلوقتي وعايزة تصلحي؟ روح خليها ترجع له وربنا يهديه. طب يا دكتورة كتر خيرك. وسابتها عايدة ومشيت. وسهام قعدت تكلم نفسها. قال جوزها قال هي لو كانت متجوزة كنت جيت وعملت الحوارات دي كلها. رب بنتك الأول وخلاها تبطل ماشي على حل شعرها. اخص على دي ستات ودي بنات. أما في بيت جلال وصلت عايدة ونسمة، وجلال كان مستنيهم. ها يا جماعة عملتوا ايه؟ الدكتورة مرضتش.
بتقول إن البنت في السادس وإن ده في خطر على حياتها. جلال حط إيديه على وشه وقعد يبكي. يا شماتة إخواتي وقرايبي فيا، أنا مش عارفة أعمل إيه دلوقتي. أنا حاسس إن أنا في ورطة. ليه بس كده يا بنتي؟ ليه تحط راسي في الطين؟ حايدة قربت منه وطبطبت عليه. ما تقولش كده يا أخويا، لا عاش ولا كان اللي يوطي راسك. استهدى بالله كده وصلى على النبي. أنا عندي الحل. إيه هو الحل يا عايدة؟ ناخد البنت ونمشي من البلد، نروح نقعد في أي محافظة تانية لغاية ما تولد، ونقعد سنة ولا 2 ونرجع ونقول إن هي اتجوزت وجوزها اتوفى، أو نستنى ابن السباك لما يظهر ويكتب عليها. جلال اقتنع بكلام مراته وجهزوا شنطهم، وفعلا قرروا يسافروا على اسكندرية. أما في شقة عمران وصلت الدكتورة سهام. أول ما دخلت راحت على أوضة بنتها نورين وبصت لبنتها بطريقة غريبة. في حاجة يا ماما؟ سهام قربت منها. انت رجعتي من المدرسة امتى؟ رجعت الساعة 2. وإيه اللي أخرك لغاية 2؟ مش المفروض بتطلعي بدري عن كده؟ كان عندي درس يا ماما وقبل ما خلصته. سهام جابت شنطة بنتها وقعدت تفتش فيها، وتفتش كمان في الكتب والملازم، وفتحت اللابتوب وقعدت تفتش فيه. انت بتعملي ايه يا ماما؟ سهام ما ردتش عليها. الشنطة دي فيها إسدال، من بكرة هتروح المدرسة في الإسدال. إسدال ايه بس يا ماما؟ انت عايزة اصحابي يضحكوا عليا؟ الإسدال ده البسه وانا بصلي مثلا او في البيت. ليه مش عايزة تلبسيه وانت رايحة المدرسة؟ عايزة تظهري جسمك وجمالك وأنوثتك؟ عايزة الشباب يقعدوا يحكسفيك وانت ماشية في الشارع؟ طبعا تلاقيك عايزة تمشي على حل شعرك زي البنات اللي بشوفهم عندي في المستشفى، وبعد كام سنة تيجي تقولي لي يا ماما أنا حامل، أو مثلا عايزة أتجوز ده أو بحب ده. إيه يا ماما الكلام اللي بتقوليه ده؟ أنا مستحيل أعمل كده أبدا. فجأة دخل عمران. إيه يا سهام الكلام اللي بتقوليه لبنتك ده؟ اسكت انت يا عمران، ده بنته وانا لازم ربها كويس، لازم تبقى محترمة. انا اللي عارفة كويس اوي البنات الايام دي بيعملوا ايه. بنتك متربية ومفيش داعي تقولي لها الكلام ده. ومش كل البنات وحشين، مش علشان انت بتشوفي في المستشفى بنات مش ولا بد يبقى كل البنات كده. يا سلام، وبرضه مش عيب يعني لما بنتك تلبس واسع وهي رايحة المدرسة وتبقى محترمة، ولا تصاحب حد ولا تكلم حد. هاتي تليفونك يا بت، لازم اراقب كل تصرفاتك واعرف بتروحي فين وبتيجي منين. حتى الشات اللي ما بينك وبين صحباتك البنات لازم اشوفه. يا سهام عقلي، بنتك محترمة وبلاش قلة الثقة دي. مالكش دعوة انت عايز نسكت لغاية ما الاقي البنت راجعالي في يوم وبطنها قدامها؟ استغفر الله العظيم يا رب. لا انت كده ما بقيتش طبيعية خالص. والله هي دي بنت، والبنت لازم الشدة معاها، لازم نحافظ على بنتنا ونقفل عليها كويس. وسابتهم ومشيت. ومن اليوم ده ابتدت الدكتورة سهام تراقب بنتها في كل حاجة، ودايما تتصل بيها كل شوية وتعرف هي فين وبتعمل ايه. ونورين بدأت تخاف من مامتها جدا وتبعد عنها، كانت بتكره تقعد معاها في أي مكان. أما في مكان تاني وبرضه في نفس القرية، في بيت ست شابة اسمها جميلة، كانت متجوزة وعمرها 25 سنة. جوزها كان اسمه آدم. كانت عايشة مع حماتها في نفس البيت، بس شقة حماتها كانت تحت شقتها. كانت حامل في الشهر التاسع، وجوزها كان دايما مشغول وبيبات في الشغل، وكل ده علشان يجمع مصاريف الولادة. دايما كانت تتخانق معاها وتقول عنها ان هي مش شريفة، خصوصا في الفترة الأخيرة. وفي يوم استنت ابنها في مدخل البيت لغاية ما يرجع من الشغل. أول ما وصل آدم لقى والدته واقفة مستنياه. خير يا أمي؟ مستنياني كده على الصبح؟ اللي مصحيني يا ابني مراتك وعمايلها السودة. مراتك يا ابني بتجيب راجل البيت ومش عاملة لك اعتبار. طلقها يا ابني، مشيها، الست دي مشيها بطال. ايه يا الكلام الفارغ اللي بتقولي ده؟ هو انت ما بتزهقيش كل يوم تقولي لي نفس الاسطوانة؟ انا بجد تعبت. شوفي لك حل في موضوع التهيئات اللي عندك ده. يا ابني مش تهيئات ولا حاجة، انت بس اللي ما بتشوفش اللي انا بشوفه. هتشوفي ايه بس يا امي؟ اتفضلي بس روحي دلوقتي شقتك ونامي واستريحي. الظهر كده ان السن عامل عمايله معاكي، ما تشغليش بالك انتي وسيبك من مراتي. وساب امه وطلع على فوق. وبهانة قالت لنفسها انت مش هتفوق لنفسك ابدا.
آدم دخل شقته ولقى مراته لابسة وحاطة ميك اب. يا جميلة، اهي منظرك ده هو اللي بيضيع تعب اليوم كله. وقرب منها وحضنها. هو انت هتلاقي زي حضني فين يا حبيبي؟ بس الست والدتك مش سايبانا في حالنا بسبب التهيؤات اللي بتجيلها. انا بجد تعبت قوي. معلش يا حبيبتي، ما تزعليش نفسك، امي ست كبيرة ولازم نتحملها. انا مش عارف يا ليه بس حاطة في دماغها موضوع ان انت بتجيبي رجالة البيت. الظاهر كده ان التهيؤات زايدة عندها، شكلنا كده لازم ناخدها للدكتور. وآدم قعد معاها وأكل لقمة خفيفة ودخل ينام وما كانش داري بأي حاجة. وأول ما صحى راح وردية الشغل التانية. كان بيفضل يشتغل طول الليل ويرجع كام ساعة ينام وبس. وهو في الشغل مراته اتصلت بواحد اسمه مرزوق. طمنين عليك يا حبيبتي، البومة حماتك قالت حاجة لجوزك؟ أيوة يا مرزوق، بس أنا جوزي مقتنع إن هي بيجيلها تهيؤات وما شكش فيا خالص. ما تيجي تسهر معايا؟ بكرة عيد ميلادك وأنا عاملة لك سهرة هتعجبك. ده أنا كمان جبت استاكوزا وجمبري. أنا جوزي احتمال يبيت في الشغل. تمام، اتفقنا. هدخل البيت بنفس الطريقة. قفلت معاه واستعدت تستقبله. في نفس الوقت حماتها كانت قاعدة في شقتها بتفكر إزاي تكشفها لابنها. الله أعلم اللي في بطنها ده ابنك ولا لأ يا ابني. أنا لا يمكن أسكت أبدا، لازم ألاقي حل. أيوة، الست أم محمد جارتنا مفيش غيرها. وخرجت بهنا وراحت لجارتها وحكت لها عن كل اللي بيحصل، وطلبت منها تصور جميلة وهي بتساعد عشيقها أن يدخل البيت من ورا وهي بتنزله السلم. وأم محمد وافقت. في نفس الليلة سمعت بهنا صوت كركبة وفهمت على طول إن مرزوق وصل وجميلة بتساعده بتنزله السلم. اتصلت بأم محمد وقالت لها إن هي تصور جميلة، وفعلا الست ما كدبتش خبر وبدأت تصور بتليفونها. وتاني يوم الفجرية آدم كان راجع الفجر من شغله ولقى والدته برضو مستنياه. صباح الخير ياما، يا ترى صاحية النهاردة عشان تقولي لي نفس الكلام بتاع امبارح؟ أيوة يا ابني، هقولك نفس الكلام، بس المرة دي بقى أنا معايا الدليل. وطلعت التليفون ووريته مقطع الفيديو اللي صورته جارتها. آدم شاف بعينيه كل حاجة وملامحه اتغيرت. شفت يا ابني مراتك بتعمل ايه في غيابك؟ يعني انا مش ست كبيرة وبخرف وبيجيلي تهيؤات؟ بتدخل رجالة بيباتوا في فرشتك من الباب اللي ورا وبتنزل لهم السلم. ده انت شقيان وتعبان علشانها وهي بتبهدل فيك وفي كرامتك. آدم كان مصدوم ومش قادر يتكلم. حط ايده على كتف والدته. خلاص يا انا كده عرفت الحقيقة، انت فعلا كان معاكي حق، وانا اللي كنت فاكر ان انت بتخرفي. بس يا ريت جميلة بقى ما تعرفش حاجة عن موضوع الفيديو، وانا بقى هتصرف وهعرف اخد حقي منها كويس قوي. وبعدها بكام يوم آدم بدأ يراقب البيت من بعيد لغاية ما شاف في يوم مرزوق وهو طالع على شقته. بلغ البوليس اللي جه وقبض عليهم في وضع التلبس. وجميلة اتمسكت بقميص النوم وهي حامل وبطنها قدامها، وكان معاها مرزوق، واتاخدت على اسم الشرطة وسط فضيحة كبيرة جدا قدام الجيران. وبعد شوية كانت قاعدة في الاسم وكل العيون عليها. حست ان غلطت غلطة كبيرة قوي وهي متكلبشة في الحديد وقاعدة بتعيط. جوزها كان واقف بعيد ومستني دخولها للضابط. بدأت تمثل ان هي بتتوجع وتصرخ: الحقوني يا جماعة، انا شكلي كده هولد. امين الشرطة بصلها: في ايه بس يا مدام؟ انا شكلي بولد يا اخويا، الحقني الحقني، انا هموت، الحقني يا آدم. آدم قرب منها وبصلها بقرف: هو انت فاكر باللي بتعمليه ده ان ممكن اصدقك؟ هتضحك علينا بالحركات دي ولا ايه يا جميلة؟ لا يا اخويا، ما بضحكش عليكم، انا بطني وجعاني قوي، ده الطلق، انا متأكدة، انا شكلي بولد يا آدم. آدم اتنهد بحسرة: طيب يا حضرة الأمين، خلينا نوديها المستشفى ونشوفها إذا كانت بتولد ولا لأ. والضابط أمر الأمين إن ياخدها على المستشفى، وطبعا كانت متكلبشة. آدم أخد الأمين وبسرعة راح على المستشفى، وهناك دخل عند الدكتورة سهام اللي استغربت جدا هي ليه متكلبشة وهي حامل. هو في إيه يا جماعة؟ انتوا جايبين الست دي متكلبشة ليه؟ آدم كان واقف متوتر: لو سمحت يا دكتورة اكشف عليها وقولنا إذا كانت فعلا بتولد ولا لأ، وحاسة بوجع ولا بتمثل.
طيب دفكوا الحديد من ايديها، خليني اكشف عليها دلوقتي. انا عايزاك جنبي يا ادم، ما تمشيش وتسيبني. ومسكت ايديه، لكن هو شد ايديه بسرعة وكان حاسس بالقرف. سهام شافت كل ده وما كانتش فاهمة حاجة، وبدأت تكشف على جميلة وأكدت لهم إن هي ما بتولدش، وإن أكيد ما عندهاش أي ألم، وإن أكيد بتمثل. آدم بص للدكتورة بحسرة. متشكر جدا يا دكتورة، أنا هنادي بقى على أمين الشرطة عشان يجي ياخدها على الاسم. جميلة مسكت إيديه. أنا آسفة يا آدم، أرجوك علشان خاطري سامحني، مرزوق اللي ضحك عليا. ما كانش قصدك إزاي يا مدام؟ أنا شفت كل حاجة بعناية، والكلام اللي أمي كانت بتقوله طلع حقيقي، وكمان بتطلعيه وتنزليه من على السلم اللي ورا. مش همك أي حاجة، انت واحدة خاينة. أنا غلطت، الشيطان ضحك عليا. احنا متجوزين بقالنا كتير قوي، بلاش نخسر بعض ونهدم بيتنا. أخسرك؟ انت اللي خسرانة، انت دمرت كل حاجة. كنت بحبك وبدافع عنك قدام أمي لدرجة ان طلعتها مجنونة. أنا غلطانة، لو بتحبيني اديني فرصة. ما عادش ينفع يا جميلة، انت لازم تحاسب على مشاريبك عشان خاطري يا آدم. طب فكر في البيبي، الله أعلم بقى إذا كان ابني ولا لأ، لسه هنشوف الموضوع ده بعد ما يتولد. جميلة قعدت على الأرض وانهارت من العياط، وخرج من الأوضة. وسهام بصت لها. أنا نفسي أفهم، لما جوزك ده زي الفل ليه تعملي الحاجات دي؟ ليه تعكي كده وتعملي القرف ده؟ وبعدين مش مكسوفة من نفسك تبقى حامل وبطنك قدامك وتجيبي كمان راجل البيت؟ ايه يا شيخة الجبروت ده؟ وجه الأمين وأخد جميلة على اسم الشرطة. وسهام رجعت على البيت وهي مهمومة بسبب المواقف اللي بتشوفها، واتصدمت لما لقت ابن أخوها مروان اللي عمره 20 سنة قعد مع بنتها نورين. مروان قام وقف. أهلا يا عمتي، طمنينا عليك، انت عاملة ايه؟ كل سنة وانت طيبة. ايه اللي جابك هنا يا مروان؟ وعملت ايه انت وبنتي؟ اتكلم وقول الصراحة. مروان استغرب كلام عمته. عملنا ايه؟ انا مش فاهم حاجة، ايه الكلام ده؟ نورين بسرعة قامت وقفت وتوترت. مفيش حاجة يا مروان، ده ماما بس اللي بتهزر. لا انا ما بهزرش، لما ادخل من باب شقتي والاقيكم انتوا الاتنين قاعدين لوحدكم وابوك واختك مش موجودين، يبقى لازم افهم ايه اللي بيحصل في بيتي من ورايا. ويا ترى انتوا الاتنين مع بعض من امتى؟ يا ماما ارجوكي بلاش الكلام ده، ارجوكي يا ماما عيب كده. سهام مسكت بنتها من شعرها. هو انت كمان لك عين تتكلمي؟ ده انا هطين عيشتك وهربيكي من اول وجديد. انا لازم اطمن اذا كنت بنت ولا لا. ومسكت ايديها. مروان بصلها بدهشه. انت هتعملي ايه يا عمتي؟ وبعدين انا اول مره في حياتي اشوفك كده، ايه الطريقه الرجعيه اللي بتفكري فيها دي؟ حضرتك دكتوره وانسانه متعلمه، وانا مش غريبه عن ابن اخوكي، وربنا يعلم ان انا بعامل نورين كانها اخت. سهام بصت له بعنف. يعني ايه مش غريب؟ وبعدين انا كلامي مش معاك، كلامي مع ابوك. هو انت فاكر ان بنت سايبه وملهاش اهل؟ وانت تعالي معايا. واخدتها لاوضتها وقفلت عليهم الباب وزقتها على السرير. انا دلوقتي هتاكد اذا كنت بتضحكي عليا ولا لا. وقربت من بنتها وكشفت عليها. بنتها من الوقت ده قعدت على السرير وقعدت تبكي بانهيار، فقدت الثقه والامان في بيتها. امها كسرتها، وبعد ما اطمنت واتاكدت وقفت سهام مكسوفه من نفسها، ولقت جوزها واقف قدامها وبيبص لها بغيظ، وشاف بنته اللي قاعده على السرير متدمره نفسيا وضم رجلها لصدرها. فهم اللي مراته عملته. لا يا سهام، انت مش طبيعيه، انت بقيتي مريضه وكلك عقد كمان. كل ده بسبب الحالات اللي بتشوفها في المستشفى. انت اكيد اتجننتي. ايوه يا عمران، وليا حق كمان اخاف وما يبقاش فيا عقل. الحالات اللي بشوفها قدام عينيا كل يوم معظمهم قد بنتك. انا مش ندمانه ابدا على اللي بعمله معاها، انا كده بحافظ على بنتي. وسابته وراحت على اوضتها. عمران قعد وحضن بنته وكان بيطبطب عليها. ما تزعليش يا حبيبتي، ارجوكي ما تزعليش. يا بابا انا كرهت ماما، انا ما بقتش عايزه اعيش معاها في بيت واحد. خلاص يا حبيبتي اهدي، رايك لما ننزل نتمشى شويه ونشرب حاجه ساقعه؟ واخد بنته ونزلوا وفضلوا يتمشوا، وراح على مطعم حلو وقعد يشربوا عصير وحاول يطيب بخاطرها. اما في بيت تاني خالص برضه في نفس القريه، في بيت متوسط الحال،
كان الحاج يوسف اللي عمره 40 سنة كان عنده بنت اسمها ندى عمرها 15 سنة. ندى دي كانت جميلة جدا، تقريبا كانت أجمل بنت في القرية. كانت محجبة وملتزمة دينيا، ودايما تدخل في مسابقات تحفظ القرآن الكريم. وفي يوم كانت قاعدة زعلانة لأنها ما فازتش بالمركز الأول، وكانت بتعيط بانهيار: أنا خلاص يا بابا مش هدخل المسابقات تاني، طالما ما طلعتش المركز الأول إزاي يطلع المركز التاني بس؟ يا بنت ما تيأسيش، وبعدين أنا فاكر يعني إن أنتي أكيد مبسوطة علشان أخدت المركز التاني. إن شاء الله السنة الجاية تعوضيها وتبقى المركز الأول. ماشي يا بابا، مع إن السنة دي تعبت في التحفيظ قوي. يا حبيبتي ده قرآن ربنا، يعني كل اللي هتعمليه هيبقى في ميزان حسناتك. كل ما تتعبي هتاخدي حسنات أكتر. خلي أملك في ربنا كبير. إحنا ناس غلابة وفقراء بس عندنا عزة نفس، ودايما ربنا ساترها معانا عشان قريبين منه. شوية ولقوا باب بيتهم بيخبط. يوسف لما فتح اتفاجئ بأنس، وده كان شاب من حارتهم وأخلاقه كانت وحشة جدا، كان على عكسهم تماما. بس يوسف كان بيحب ندى من وهي طفلة صغيرة. هاي يا عمي، عملتوا ايه في المسابقة النهاردة؟ نقول مبروك لندى؟ ايه يا ندى انت بتعيطي ولا ايه؟ اوعى تكوني ما طلعتيش المركز الأول، ده انا راح اولع لهم في لجنة بتاعتهم. يوسف بص لأنس بغضب: ايه يا ابن الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده؟ وبعدين دول لجنة تحفيظ قرآن. بقول لك ايه، ابعد عننا يا أنس، احنا طول عمرنا ناس غلابة وكافيين خيرنا شرنا. ابعد عنكم ازاي بس يا عمي؟ ندى ده حبيبتي وتخصني، وانت ابوها، وانتوا الاتنين مني. يا ابن احنا ناس مش عايزينك ولا عايزين نعرفك. انت ليك طريق واحنا لنا طريق، وبنت عمرها ما هتبقى لك ابدا، وهي اصلا ما بتفكرش في الجواز دلوقتي. انا بنتي لسه قدامها سنين كتيرة في التعليم، فياريت تشيلها من دماغك. لازم اسمع الكلام ده منها الاول يا عمي، انا عاوزها تقولها في وشي. ندى سكتت وكانت خايفة من أنس. شفت؟ سكتت اهي، والسكوت علامة الرضا. خلينا نقرأ الفاتحة واخطبها واجيب أهل الجمعة الجاية. يوسف بص لندى: يا بنت قول ردك من غير خوف، ما تخافيش، هو مخلوق زيه زينا. ندى بجرأة وقفت قدامه: بص بقى يا أنس، أنا عمري في حياتي ما حبيتك ولا أحبك، ولو سمحت تبعد عننا وتشوف لك واحدة تانية غيري. أنس بصلها بحزن: يعني انت مش عايزاني يا ندى؟ ده آخر كلام عندك؟ أيوة ده آخر كلام عندي، ويا ريت بقى ما تحاولش ان انت تهددني. يلا امشي من هنا بدل ما نخلي اللي ما يشتري يتفرج عليك. ماشي، عامة بكرة هتشوفوا مين فينا بقى اللي بيتهدد ومين اللي بيقول كلام بجد. وسابهم ومشي، والشر باين في عينيه، وما كانش ناوي يعدالها على خير. ومرت الأيام، وفي يوم الدنيا كانت بتمطر، والمطر كان شديد جدا، وندى كانت في مدرستها وكانت راكبة في أتوبيس، والمطر كان شديد جدا، وطبعا الأرض كانت طينة، والأتوبيس ما كانش عارف يمشي كويس. فالسواق قرر يغير الطريق وياخدهم من طريق تاني، بس كان في منطقة مقطوعة، كان بعيد عن الطريق اللي كله طين. كان خايف من الحوادث واستأذن من الناس، وفي منهم اللي فضل وفي منهم اللي رفض ونزل. وندى لأنها كانت عايزة توصل للبلد ففضلت راكبة في الأتوبيس. وبعد شوية الأتوبيس كان واقف، وجه موتور وكان عليه أنس، وقف الأتوبيس بالغصب. يلا يا ندى انزلي، أنا اللي هوصلك. لا أنا مش هاجي معاك يا أنس، أنا هفضل هنا في الأتوبيس وهروح فيه. هتيجي معايا، وإلا بقى الأتوبيس ده مش هيتحرك من هنا، أنا اللي هاخدك لابوكي. يلا يلا علشان ما يقلقش عليكي. لا أنا هتصل ببابا وهقوله إن أنا هاجي في الأتوبيس. هتيجي معايا يا ندى وغصب عنك، والأتوبيس ده مش هيتحرك طول ما انت راكبة فيه. الناس فضلوا يقولوا لها تنزل، حتى السواق نفسه خاف منه لأن أنس كان واحد بلطجي. وللأسف اضطرت إن هي تنزل وركبت وراه الموتور، وكانت خايفة جدا. انت واخدني ورايح على فين؟ كان ماشي بيها في طريق مقطوع. أنس وقف الموتور وبصلها: بقى انت بترفضين؟ أنا مش موافقة تتجوزيني يا ندى؟ ماشي، أنا بقى هعرفك ازاي تقولي لي لأ. هخليك انت وابوكوا اللي تيجوا لغاية عندي وتبصوا ايدي ورجلي
علشان انا اللي ارضى اتجوزك. ندى كانت واقفة خايفة وبتترعش. انت ناوي تعمل فيا ايه؟ حرام عليك، اوعى تقرب مني، انا وحيدة ابويا، ولو حصل لي حاجة ابويا ممكن يروح فيها. ارجوك يا انس ابعد عني، اعتبرني زي اختك. انا ما يهمنيش الكلام الفارغ ده، وانا ما عنديش اخوات بنات، وانا قلتلك ان انت هتبقي بتاعتي يا ندى، لكن انت بقى اللي صممت على موضوع الرفض. وفجأة صوت الرعد والمطر زاد، وندى ما كانتش عارفة تعمل ايه. يا ترى انس هيعمل ايه في ندى في المكان المقطوع ده؟ وهينفذ تهديده، ولا ندى هتلاقي اللي ينقذها من الموقف اللي هي فيه؟ وجميلة هتعمل ايه مع جوزها آدم؟ وآدم هيتنازل عن القضية؟ والطفل اللي في بطنها يا ترى ابن مين؟ ونسمة وحكايتها يا ترى هتوصل لفين؟ وباباها ووالدتها هيقدروا ينقذها من الموقف اللي هي فيه ولا لأ؟ أما الدكتورة سهام بقى، فعايزة أقول لكم حكايتها معانا حكاية في الحلقة التانية اللي هتكون الحلقة الأخيرة. الدكتورة سهام هتعمل اللي مفيش بشر يتخيله، ومفيش دكتورة في الدنيا ممكن تعمل العملة السوداء اللي عملتها. علشان كده خلوكم معانا الحلقة بكرة، اوعى تتأخروا، الحلقة مليانة بالمفاجآت. أشوفكم بكرة على خير في الحلقة الأخيرة إن شاء الله. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة.